السلام عليكم. ثمة ميل عند الملحدين إلى تسخيف الشعائر والتشكيك بمعانيها. هم طبعا لا يؤمنون بجدواها من الأساس لعدم إيمانهم بوجود من توجه له الشعائر، لكن هذا أمر لا يتحدثون به، بل يتوجهون غالبا إلى قضايا أخرى تتعلق بأصحاب الشعائر وسلوكياتهم. هناك ميل كبير مثلا إلى التهكم من أي خطأ سلوكي يصدر عن أحد ممارسي الشعائر، كما لو أن الشعائر يفترض أن تجعلهم خالين من الخطأ. أكثر من تهكم، هناك ميل إلى تضخيم أخطاء أصحاب الشعائر ولفت الأنظار إليها على نحو مبالغ فيه. هناك عدسة مكبرة تترصد أخطاء أصحاب الشعائر وتغض النظر عن غيرهم على نحو يوهم أن نسبة الخطأ عند أصحاب الشعائر أكثر بكثير. ثم بعد العدسة المكبرة هناك آلة التشهير التي يتم فيها تذكير الباقين، والبعض منهم أصحاب شعائر أيضا، بأن هؤلاء المتدينون الملتزمون ليسوا كما تظنون، والشعائر مجرد قناع لشخص يخطئ. رغم أن الجميع يخطئون، لكن الحفلة الجماعية تكون على أصحاب الشعائر فقط. يساهم حتى الذين يؤدون الشعائر في هذا أحيانا، يساهمون في محاسبة أصحاب الشعائر جماعيا. لا يحق لمؤدي الشعائر أن يقطب جبينه أو يعبس أو أن يتأخر عن عمله أسوة بزملائه الآخرين، ولا يحق له أن يكون له مزاجه المعكر أو أن يكون له يوم سيء كما بقية الخلق. عليه أن يكون دوما في أحسن حالاته على ارتفاع موازي لسقف توقعاتهم الخيالي الذي يطالبونه به. ما الهدف النهائي من كل هذا الترصد والتسقط والتصيد والتشهير؟ الهدف واضح وسرعان ما يصلون له: الشعائر لا تنفع، الشعائر ليست مفيدة، الشعائر لم تجعل من مؤديها أشخاص أفضل. ما فائدة أداء الشعائر ما دامت لم تؤثر على مؤديها؟ السؤال يتضخم بالتدريج حتى يصبح بديهيا، ويطرحه أصحاب الشعائر أنفسهم على أنفسهم: ما فائدة الشعائر؟ لكن الشعائر لا تؤدى من أجل فائدتها، ليس على هذا النحو على الأقل. نعم، أؤمن ويؤمن كثيرون مثلي أن للشعائر فوائد كثيرة، لكن في اللحظة التي يتم معاملتها براغماتيا على أساس نفعها الخارجي، أي خارج الشخص المؤدي للشعائر، وعلى أساس فواتير اجتماعية، فإن الفكرة الأساسية للشعيرة تنتهك. الفوائد الاجتماعية للشعائر مهمة، لكن في اللحظة التي تفكر بإلغاء الصفقة بسبب عدم وجود هذه الفوائد، فإنك عمليا تلغي الجانب الفردي الشخصي من الأمر، الجانب الذي لا يمكن بالنسبة لك أن تراه بعينك المجردة أو حتى بعدستك المكبرة التي تتسقط أخطاء أصحاب الشعائر. نعم، ربما رأيت عبوسه وتأخره عن عمل وهو مخطئ في هذا مثله مثل أي شخص آخر، ولكن لا طريقة عندك لكي تعرف أثر هذه الشعيرة على توازنه الداخلي وعلى طمأنينته واستقراره وسلامه النفسي. اختزال أثر الشعائر على الجزء الخارجي وتناسي أو تجاهل الأثر الداخلي هو ببساطة الخطوة الأولى نحو الإيهام بعدم وجود أثر داخلي أصلا للشعائر. والأثر الداخلي لا يقتصر فقط على السلام والطمأنينة والتوازن الداخلي، بل أيضا والأهم من ذلك صلة مؤدي الشعائر مع خالقه، وهذا شيء غير قابل للقياس على الإطلاق. الشعائر الدينية تعبر عن فهم معين للعالم، عن دور معين للإنسان في هذا العالم وعلاقته بخالق هذا العالم، والشعائر بأدائها المتكرر تكرس هذا الفهم المعين للعالم وتقويه. صحيح أنها قد تتحول إلى عادات في أحيان كثيرة، لكن مجرد المرور في أزمة سيستفزها ويستنفرها لتكون وسيلة لدعم مؤدي الشعائر. الفهم العام للحياة الذي يؤمن به الشخص قد لا يكون فاعلا في الأيام العادية وفي الحياة اليومية، لكن المرور بحالة طوارئ سيستحضر عبر الشعائر هذا الفهم ليكون أداة تقوية ودعم لعبور الأزمة. إحصائيا، جلد أصحاب الشعائر في الأزمات أكبر من جلد غيرهم. نسبة المنتحرين من أصحاب الشعائر ممن يعانون من أمراض نفسية أقل بكثير من المرضى النفسيين الذين لا يؤدون الشعائر. بالتأكيد الشعائر لم تفرض فقط للأزمات أو للصدمات، لكن أثرها اليومي قد يكون غير واضح كما في الأزمات، وهو أمر يستفز غير المؤمنين بالشعائر ويجعلهم يحاولون تقليل من دورها عبر التركيز على سلبيات السلوك الاجتماعي وتضخيمها. لا شك أن هناك تقصير كبير من أصحاب الشعائر في تفعيل الدور السلوكي الاجتماعي لشعائرهم وفي فهم شعائرهم كما يجب أن تكون، لكن التقصير الموجود لا يلغي الشعائر وأهميتها. بالمقابل، فإن أعداء الشعائر بينما يسخفون الشعائر الدينية يتجاهلون أن الحياة المعاصرة البعيدة عن الدين
قد أنتجت شعائرها الخاصة بها مثل أعياد الميلاد، مراسم الزفاف، التخرج، رفع العلم، بل وأنتجت شعائر خاصة للراحة النفسية والتخلص من التوتر مثل التأمل، اليوغا، والرياضة، الوركينج أوت. وكلها تعبر عن رؤية معاصرة للعالم وعن دور للفرد في هذه الرؤية، ولا ضير حقيقة في أداء هذه الممارسات بالنسبة لكل من يعيش العالم المعاصر ويتفاعل معه، ولكن من حق المؤمنين أيضا أن يحافظوا على شعائرهم وعلى دورها وعلى تعبيرها عن رؤيتهم للعالم. يتم أيضا طرح سؤال يشكك في هيئات الصلاة واحتوائها على سجود وركوع إلى آخره. أليس مكان الصلاة القلب؟ فلما صلاة الجسد إذن؟ هل يمكن ممارسة رياضة الجري عبر التأمل مثلا؟ هل يمكن ممارسة اليوغا دون جلسة اليوغا؟ لكن الأمور تصل إلى صلاة المسلمين وتصبح في القلب فقط. أيضا سيعترضون على عدد الصلوات في اليوم وعدد الركعات في كل صلاة. لماذا 5 صلوات في اليوم وليس 4؟ لماذا 4 ركعات في الظهر وليس 3؟ سيعترضون على أي رقم، فهم ينادون بالحرية وتحطيم القوالب. كيف تصلي بالقوالب؟ هذه الأرقام، والأرقام قوالب. لكننا نعيش في قوالب رقمية شاء أم أبوا. ساعات أيامنا محددة بأرقام، كل تقاويمنا منضبطة بأرقام. أي اليوم 24 ساعة وليس 22 ولا يكون 19، السنة 12 شهرا ولا تكون غير ذلك. عدد أزواج الكروموسومات التي تحدد كل شيء فينا 23، وأي تغيير عن ذلك سينتج تشوهات. سيقول البعض أنه لا يحتاج لدين معين لأنه يتواصل مع القوة العظمى بطريقته الخاصة وقت ما يحتاج. صلاة المسلمين أحيانا، صلاة البوذيين أحيانا، أيا كان بما يشعر به مناسبا للتواصل. يفترض هذا الأمر أن الصلاة هدفها التواصل فقط، رغم أنها في الحقيقة أبعد من ذلك بكثير. هي رؤية للعالم من خلال الصلاة. على العموم، فكرة التحرر من شكل معين للصلاة ومحدد للصلاة تبدو جذابة لبعض الشخصيات بميول معينة لإبراز تميزهم عن الآخرين والظهور بمظهر البرستيج الفكري. مبدئيا يمكن التواصل معه سبحانه وتعالى بأي طريقة من غير شكل محدد للصلاة أو الشعار. في الدعاء مثلا يمكنك أن تقول ما تشاء دون التحدد بصيغة دعاء مأثورة مثلا. لكن الصلاة نفسها أمر آخر. الانتقال أيضا من صلاة المسلمين إلى صلاة البوذيين مثلا كما يذكر البعض يحتوي على مغالطة وتناقض، لأن فكرة الإله في الديانتين مختلفة. في الحقيقة لا توجد فكرة إله في البوذية أصلا، ولكن من يقول هذا غالبا لا يعلم بذلك. عندما تنتقل من صلاة إلى أخرى على هذا النحو فأنت عمليا تعكس جهلا بالمفهومين، وربما يكون هذا مغلفا برغبة في إظهار التحرر أو القشرة الثقافية. يشبه الأمر الجمع بين طريقتي علاج مختلفتين تماما، كل منهما تنتمي إلى مدرسة طبية مختلفة جذريا. ببساطة الأمر غير مجدي، وهو غالبا مفتعل وغير حقيقي. يتحدثون أيضا عن شعائر الحج بنفس لهجة التسخيف، ذلك البناء الحجري الذي تسمونه الكعبة وتطوفون حوله، وحكاية ال7 طوافات وال7 هرولات وال7 رجمات، وثوب الإحرام الذي تلبسونه على الجسد العاري، وكل هذا يقولون إنه وثنية. بالتعريف الطقوس الوثنية ترتبط بوثن، لا وثن في الحج ولا وثن في الإسلام كله. كل ما في الحج يرتبط بفكرة، بمفهوم معين. البيت يرتبط بفكرة البناء والإعمار، الطواف حول البيت يرتبط بفكرة أن تقضي كل حياتك وأنت تبني وأنت تدور حول محور الإعمار. السعي بين الصفا والمروة يرتبط بالشغف الأمومي في تبني القضايا المهمة في الحياة. الرجم مرتبط بالصراع المستمر بين الخير والشر في هذه الحياة. الرقم 7 يرمز للاستمرارية. كل جزء من الحج يرتبط بمعنى عميق، لكن البعض لا يريد أن ينظر بعمق. سيعتبرون أيضا أن تقديم الأضاحي عبادة وثنية. سيقولون أي إله هذا هو الذي يقبل الدم كقربان له كما كانت الشعوب قبل الإسلام؟ إله يقبل الدم هكذا تقولون؟ يخيل لي أن هذه الحجة مستوردة تماما عبر آلة الزمن من أيام الوثنية التي كانت القرابين تقدم فيها للأوثان وعمليا يأخذها الكهنة. الأضاحي توزع ب3 أثلاث، ثلث للفقراء، ثلث للجيران والمعارف، وثلث لأهل البيت نفسه. المعنى من الأمر اجتماعي بوضوح لا يقبل اللبس. أيضا رؤيا إبراهيم التي رأى فيها أنه يذبح ابنه تقدم لهم وليمة من التشكيك. يقولون ما هذا الإله الدموي الذي يطلب ذبح طفل صغير ليختبر إيمان أبيه؟ الحقيقة أن هذه الحجة خارجة عن السياق التاريخي الذي حدثت فيه الرؤيا، وهي آفة أغلب اعتراضات من نفس النوع. التضحية بالأطفال وتقديمهم كقرابين كان أمرا شائعا جدا في حضارات كثيرة، من ضمنها حضارات المنطقة وحضارات الشرق الأدنى وحتى حضارات الأنكا والمايا البعيدة جغرافيا.
رؤية إبراهيم في سياقها التاريخي كانت مقبولة لأن الكهنة والسدنة كانوا يروجون لهذه القرابين الدموية. كان لابد للرؤيا أن تحدث وأن يقبل إبراهيم وولده الأمر، ومن ثم يصدر الأمر الإلهي الذي يلغي قصة القرابين البشرية إلى الأبد. لو أن إبراهيم أو ولده لم يقبلا بالأمر أو لم يتقبلاه لبدأ الأمر كما لو أن إبراهيم أو ولده قد جبنا عن تنفيذ الأمر، ولو أن الرؤيا لم تحدث أصلا لبدأ كما لو أنه كان صمتا عن الأمر فحسب. لكن أن تحدث الرؤيا أو يحدث استسلام إبراهيم وولده وخضوعهما للأمر إلى لحظة التنفيذ ثم يأتي الأمر بعدم التنفيذ قبل لحظة النهاية، كل هذا التصاعد يخدم قضية إلغاء القرابين البشرية مرة واحدة وإلى الأبد. عندما تتفحص شيئا داخل سياقه تفهمه أكثر وتفهم قصور حجج التشكيك. البشرية تحتاج إلى الشعائر. صحيح أن الشعائر مفاهيمها قد تتطور وتحتاج أحيانا إلى تحديث وتوضيح. عملية تسخيف الشعائر التي يقوم بها الملحدون عملية غير مجدية في الحقيقة. البشر سيظلون يحتاجون إلى شعائر، سيظلون يخترعون شعائر، لذا من الأفضل تحديث مفاهيم الشعائر بدلا من محاولة إلغائها.